قالت ليه يا انا يمك في الدار. مرة قالت للزوج ديالها هاد الكلام وقال ليها الله يهديك، راه الام ديالي مرا كبيره في السن وما عندهاش فين تمشي وما عندها حتى شي حد من غيري. وقالت ليه ماشي شغلي، 5 سنين وانا صابره عليها، عييت منها، وفوق من هادشي ما بغاتش حتى تموت وتريحنا وتريح راسها. وقال ليها دابا شنو غنديروا ليها؟ قالت ليه راني تكلمت مع الاب ديالي البارح وعطاني واحد الفكره، قال لي باش نقول لك نديوها لدار العجزه وهكا غادي نرتاحوا من همها. قال لها واش باك اللي قال لك هذا الكلام؟ قالت له الاب ديالي اللي قال عليا. هو يقول لها واخا لالا انا غادي نديها، ولكن قبل عرضي على داركم يجيو ناكلوا معها اخر مره ومن بعد نديها ونهنيك منها. ثاني يوم تجمعوا كاملين وقال لهم انا اللي غادي نوجد الماكله، وهنا حط لهم واحد الاطباق صغيره وخاويه في الارض، وهو والام ديالو حطوا لهم واحد الطبق كبير وعامر. تعجبوا ما عجبهمش الحال نهائيا وقالوا ليه شنو هادشي اللي كدير؟ قال لهم مني تشبع الام ديالي داكشي اللي شاط عليها هو اللي غنحطو لكم. واش يحسب لكم انا غادي نقدر نسمح في المراه اللي جابتني لهاد الدنيا؟ ولو طلعوا لاعلى قمه في الجبل الاقدام ديال امي غادي تحط فوق ريوسكم. خذوا بنتكم وخرجوا عليا. قال الله عز وجل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.